أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبة الكرام، وأبدأ معك أستاذ جاسم. أستاذ جاسم، كيف تقرؤون يعني عملية اغتيال هادي المهدي في ظل واقع يتنازعه الفساد السياسي وربما حتى فساد على مستوى المؤسسة الأمنية يعني، وتمدد للجماعات المسلحة يعني، وأزمة سياسية يعني بدأت ولا تنتهي؟ اغتيال هادي المهدي لم تكن الأخيرة، بالتأكيد لم تكن الأخيرة. احنا راح ننتظر منو بعد هذا المهدي، منو بعده راح يتم اغتياله وتصفيته. قبل كان كامل الشياع، قبل كامل الشياع، قبل وضاح، قبل وقبل مثقفين، قبل إعلاميين، قبل ناس أبرياء، قبل مواطنين. ومو فقط هو قضية الاغتيال، هي قضية الإرهاب الفكري والإرهاب السياسي والإرهاب الاجتماعي اللي قاعد يتوجه للمواطن، والمواطن يعيش بدوامة قلق وخوف، دائما خايف، دائما قلق، دائما مربك. ويبدو أنه هذا نهج منظم تسعى إلى الحكومة لتنفيذ أجندتها، ومنها هو استمرار الفساد، استمرار نهب ثروات العراق، استمرار بقاء العراق ضعيف داخليا وكذلك ضعيف إقليميا، وترك العراق لقمة سائغة لكل من يريد أن ينهب، سواء هذا النهاب هو عراقي أو النهاب من دول إقليمية أو دول أجنبية. فبالتالي لا يستطيع المرء من يشوف هذا الارتباك الأمني وهذه الاغتيالات اللي تنال وتطول مثقفين، رموز، ناس واعيين مدركين يهمهم مصلحة البلد، أن يبرئ الحكومة. طبعا بهذا المعنى أنا لا أقول أن الحكومة هي التي نفذت هذه العملية، ولكن الحكومة هي مسؤولة عن توفير الأمان. نعم. أي إنسان يعني أليست الجماعات المسلحة نعم. يعني الموجودة في اليوم وكل احنا نعرفها وندرك حجمها، يعني ليست الجماعات المسلحة هي ربما تكون مسؤولة عن تنفيذ مثل هكذا يعني عمليات من أجل تأزيم الوضع في البلاد يعني نعم. وزيادة الغضب باتجاه الحكومة يعني. بالتأكيد هو المسؤول اللي نفذ. أنا ما أعرفه، بالنسبة لي أنا نعم. أجهل هذا الإنسان اللي نفذ نعم. أجهل الجهة اللي نفذت، ولكن أنا أحمل المسؤولية على الدولة، على الحكومة اللي هي مهمتها أنه ما تبقي سلاح إلا بيد الدولة. زين، هاي الميليشيا مجهولة للدولة، دولة تعتقل قبل يوم واحد، يوم 8/9 تعتقل شاب قدم طلب إجازة للمظاهرة بالكوت اسمه سجاد حسين، تعتقل مواطن بالسيدية اسمه ماجد عبد الرضا علق لافتة، وتعتقل مواطن آخر اسمه علي خليفة بالديوانية علق لافتة. تعتقلهم هذول الدولة لأن تخاف من فعل هذولا، ولكن هاي الحكومة تجهل من يحمل المسدسات الكاتمة للصوت، تجهل الميليشيات ومن وراء الميليشيات. فطبعا مسؤولية الدولة، هاي مو مسؤولية أحد غير مسؤولية الدولة. نعم. زين، هاي المفارز وهاي القوة الأمنية اللي هي اليوم الرقم مالها وصل حد اللي كان به صدام بعز تجنيد الإجباري ومرتزقته والجيش الشعبي وصل نفس العدد. زين، ايش قاعد تسوي هذا؟ ليش قاعد تسوي هاي المؤسسة الأمنية؟ المؤسسة الأمنية واجبها ضايق المواطنين أم واجبها هي حماية الدستور وتوفير الأمن والأمان للمواطنين؟ المواطن من يشعر قلق، من يشعر خايف، من يشعر مهدد، من يشعر حتى ببيته هو يطال الإرهاب، يطال القتل. زين، هذا المواطن يعني شلون يؤدي دوره كمواطن؟ نعم. دوره الإيجابي في بناء البلد، في تطوير البلد. يبدو أنه الحكومة وعليها أن تعترف أنه فقدت القدرة على ضبط الأمن، وبالتالي هي هاي المهمة الأولى والأساسية. ماكو داعي أنه يستمرون بهذا الحكم وبهذه الطريقة ويبقى الأفق مسدود أمام الناس. أكو ضعف شديد وعليها أن تتحمل مسؤوليتها وتعترف بهذه الأخطاء. أما أنه من القتل، طبعا المأجورين $100 اليوم واحد يقتل، يتأجر $100 يقتل. نعم. مو مشكلة هذا من القتل، ولكن من المسؤول عن الأمن هنا السؤال. نعم. طيب، شكرا لك.